القريوش ماشي غير حلوة، هو ذكريات الطفولة واللعب. ويدي الصغيرة كانت تحب تقلد بلا بيتيت غولات اللي غادي تشوفوها معايا في الفيديو. كل حركة صغيرة تولد فرحة كبيرة، كل شكل تعطيه العجينة يحكي حكاية صغيرة. اليوم نشارككم القريوش لكل قطعة فيه لمسة. Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci à mes fidèles qui me suivent depuis le début. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je réponds à vos demandes et je vous présente la recette complète du grioche avec tous ses détails. Alors, restez avec Nabila pour ne rien rater. أصدقائي الغاليين، قبل ما نبدأ في الوصفة حابة نعتذر منكم. عارفة بلي طولت عليكم شوية ودرت لكم الروطار، بصح صدقوني كانت عندي ظروف خاصة وغير سمحوا لي. وتاني باش يجيكم الفيديو نجهزها لكم غاية ويجيكم بطريقة مليحة ويجيكم واضح وشباب. وشكرا على صبركم وتشجيعاتكم الدائمة. وغادي نبداو ديريكتومون في الوصفة. كما شفتوا جبت كاس تاع 220 مليلتر ودرت فيه السمن دائب. قبل ما ندوبو وزنته 150 غرام، وكيداب كما تعرفوا لو غا كي يدوب ينقص شويه سما ولالي 140. هنا كما شفتوا حطيته في الميزان ودار لي 140 غرام سمن دائب، وزدت له 2 معالق نتاع الزيت سما ولات لي 160 غرام نتاع المادة الدسمة. 140 سمن دايب بلس 2 كويير à soupe هي ولات لي 160 غرام نتاع مادة دسمة. تقدروا تروحوا حتى ل 170 باش يجيكم مرمل. انا القريوش تاعي نحبو مرمل، ما نحبوش مقرمش، هكا كبرت عليه. ودروك نجيو المواد الناشفه. جبت هنا 500 غرام نتاع الفارينه مغربله بيان سور، درت لها كيما شفتوا قرصه ملح، ونزيد لها رشه نتاع السكر، وزدت لها ملعقه نتاع خميره كيميائيه اللي هي 5 غرامات. وجبت السمن والزيت اللي بردولي ودرت ان بوي في وسط الفارينه وصبيته. ودروك راني نبسس في الفارينه. لازم لي دو انغريديون يتمازجوا مع بعضهم بعض. كما راكم تشوفوا راني نبسس فيه مليح. منين كنت صغيره جافي 6 نعقل، كنت نوقف نتفرج على ماما كي تبدا تحضر القريوش. السمن حاضر، الفارينه محطوطه، ماء الزهر يعمر الجو بريحه ما تنساش، والقصعه نتاع الحطب العتيقه قدامها كانت تبدا تخلط بالعقل كما انا راني نخلط ونبسس، وانا نمد راسي نشوف العجينه كيفاش تتشكل في يدها. كل حركه عندها معنى وكل ريحه تخليني نحس بالدفء واللمه. راكم تشوفوا هذه الحركه هذه نتاع نقبطوا العجينه كي شغل نشوفوها لا راه خاصها لدام ولا لا. هنا راكم شفتوا كي قبضتها راني هنا عرفت بلي راه بيان صابلي، راه غادي يخرج لي مرمل. ومن بعد هنا درت ان بتي بوي، جبت ان بيتي توف بيضه صغيره، ولا كان البيض كبير نديرو ان جون دوف. في 500 غرام نديرو ان جون دوف. من بعد جبت 25 غرام نتاع مزار و25 غرام نتاع خل، وفي الكيلو ديروا 50 غرام نتاع خل و50 غرام نتاع مزار. وهنا دخلت هادوك المكونات في العجينه ودروك بديت نطم في العجينه. العجينه ما لازمش تكون قاصحه بزاف، وتاني ما لازمش تكون طريه بزاف. علاش ما تكونش طريه؟ كي نجيو نشكلوا القريوش غادي شويه يغبلنا ويضيع الشكل نتاعو. هنايا للامانه الكاس راني ما وريت لكمش، بصح من بعد غادي نوري لكم. عاود عمرت الكاس نوري لكم من درته. درت كاس الا ربع نتاع الماء وبديت نرش في العجينه غير بشويه. كاع هاد لي ميثود بديتهم على ما ملي كنت صغيره. شوفوا راني نرش غير بشويه بشويه ونطم في العجينه. بيان سور لا فارين كل وحده وكيفاش درجه الامتصاص، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش.
صحيح هي العجينة انطمت لي، وهذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه. هنا مانيش ندلكها، راني نطم فيها باش ما يبقاوش فيها دوك التشققات. نطموها بهذه الطريقة. شفتوا القوام نتاعها؟ شوفوا راها تبان ميدمه. صحيح هنا انطمت لي العجينه، وغادي نحطها في كيس غذائي ونردها في لو سالادي. وهنا راني نعاود نوري لكم، تشوفوا عاود عمرت الكاس. هنا كي عمرته قبل ما نلم العجينه، هذا هو المقدار تاع الماء اللي عمرته في الكاس. وكي رشيتها وطميتها، هاودا الكميه اللي بقات لي من الماء، سما ما داتليش الماء بزاف. هنا كما قلت لكم رديتها في لو ريسيبيون وبلعت عليها. وانا كيما درتها في الليل خليتها في الثلاجه باتت ليله كامله، ولا درتوها الصباح خليوها على الاقل ساعتين حتى 3 سوايع تريح. شوفوا هاي العجينه صبحت لي شابه مانيابل، ونقدر نخدم بها باسكو هادو لو جونغ تاع العجائن اللي يكونوا ميدمين كي تخدموا بهم تمتم شويه تغبنكم في عمليه التشكيل. بصح كي تخليوها تريح تشرب لي دم نتاعها وتولي في يديكم كي الحلوه. هنا جبت هذاك لو بوتي بودان وقطعته في الاول اون دو، من بعد كل نص قطعته على 3، ودرت كرات صغيره وعاود رديتهم في الكيس باش يزيدوا يرتاحوا لي شويه. صاي هنا راه بديت بالكره الاولى كما راكم تشوفوا، غادي نحلها بالوراق. حنا هنايا هاد النوع من القريوش المرمل ما نديرولهش الفيطاج، ما نستعملوا فارينه، ما نستعملوا نشاء، باش يقعد هذاك مقدار اللي دام يقعد فيها. خاطر لو كان نستعملوا عفوا الفارينه ولا النشاء غادي يشرب لنا كامل داك اللي دام وغادي يجينا يابس. دونك انا نحوس على هذيك الترميله بهذه الطريقه. من بعد كي حليتها فوتها في آلة العجين من 1 حتى 5. وهنا وصلنا لمرحلة التشكيل ولا مرحلة التخبال. احنا نقولوا نخبلوا القريوش. امي كانت تخبلوا باحترافية، يديها خفاف كيف الريش، وتبدا تورق العجينة كما شفتوا حتى تولي مستطيل رقيق، وتجيب لا غولات نتاعها وتبدا تخط في العجين بخطوط دقيقة وكل حركة محسوبة. وانا قدامها نضحك ونلعب ونجيب لا غولات اللي راكم تشوفوا فيها. هاد لا غولات عندها واحد 40 طون ولا 50 طون. ملي كبرت في دارنا وهي عندنا بها اللي تعلمت ندير القريوش كما شفتوا. ونجيب هذيك لا بتيت غولات ونبدا نقطعوا 1 2 3، وفي الرابعه نقطعوا العجينه هذه. ودروك نجبدوا 2 صباع للقدام و2 صباع للتالي، ومن بعد نخرجوا كل شيء في الوسط. نعاود معكم واحده اخرى، نعاودوا نرفدوا المستطيل تاع العجين، نرفدوا 2 من قدام و2 للورا، وندخلوا كل شيء ونخرجوا في الوسط. يا حسراه هذه الطريقه باش تعلمتها بالك شايف شويه. هذه التخبيله صعيبه بصح بالممارسه تعلمتها. كنت كل خطره نغلط، كل خطره نخسر العجينه، بصح ما كانت تبتسم وتقول لي معليش بنتي، المهم تتعلمي القريوش ما يجيش غير هكا، يليق الحيله والصبر. وغادي نكمل معاكم كيما هكا كامل كرات العجين بنفس الطريقه. نخليكم في هذه المرحله تشوفوا ما تبقى كيفاش التوراق وكيفيه التشكيل ولا التخبيله نتاع القريوش.
تاني هنا بغيت نوري لكم هذه الطريقه. هادو لي شوت اللي يبقاو منا ومنا ما نعاودوش نعجنوهم، خاطر لو كان نعاودو نعجنوهم ونعاودو نعجنوهم غادي يمشي لهم هذاك ليدام وغادي كي شغل يلبسونا ومن الكريوشه ما تجيناش مليحه كي طيب تجي يابسه. دونك المهم كيما لاباط فويتي نلموهم كامل كي نخبلوا الكريوش يبقاو لنا دوك لي شوت، نديرو وحده فوق وحده كيما شفتوني ونديرو ونورقوها ونفوتوها تاني في آلة العجين ونديروها كيما راكم تشوفوا هكذا. ما يدعلناش بزاف العجين، خاطر الا بدا يدعل لكم لي شوت بزاف وتقولوا تعاونوا وتعاودوا غادي ليدام كامل يخرج منها ويجونا الحبات يابسين ويخسروا لنا العجينه. هذا الكريوش صاي درته في ان بلا وخليته يريح شويه باش يقبض روحه باش نجم نقليه. دروك نجيو لمرحله القلي. كانت امي تجيب هكذا مقله كبيره وكتعمرها بالزيت كميه غزيره حتى الكريوش يسبح فيها، تحمي الزيت مليح مليح ومن بعد ترجعو اقل من المتوسط باش كيما حنا نقولوا ما يترعبش يدي لا كولور وما يطيبش من الداخل. تبدا ترمي بالحبه وحده وحده وانا نفتح عيني كبار ونراقب الحبه كي تطيح في الزيت تطلع شويه شويه وتفتح كيما ورده الربيع، تتفتح قدامي وتزيد تبرق بلون ذهبي يعمر القلب فرحه. وحنا تاين كاين سر في الطياب، احنا نحمروه مليح ماشي نحمروه حتى يولي يروح للون القاتم، بصح نحمروه مليح باش الزيت يدخل لداخل ويزيد في هذيك الترميله نتاعو. نرفدوا الحبه تذوب في اليد قبل ما ناكلوها. ومن بعد ما كنا نكملوا كامل القلي كنا نجمعوا داك الكريوش في اون تيغين ونخليوه يبات ولا نخليوه نص نهار، لازم يتعسل وهو بارد، خاطر هذا النوع من الكريوش المرمل لازم له وقت. لو كان نعسلوه تمتم يتشمخ ويطيح في العسل. كنت نسمع ونحفظ كل كلمه هي تشرحها لي بصبر. كي نوجدوه في النهار نعسلوه في الليل ولا نخليوه الغدوه من داك. صاي الكريوش راه برد ودروك غادي ندفي العسل كما راكم تشوفوا. هذا العسل منزلي، سي سا فوز انتريس قولوا لي ندير لكم الوصفه نتاع العسل المنزلي. المهم جبت هذاك العسل اللي دفيته ما هو سخون ما هو بارد وبديت نغطس الحبات وحده وحده. كي يغطس الكريوش في العسل يتشرب برفق ويولي يلمع كي الذهب. نخرجه ونخليه يقطر في الكسكاس باش يحتفظ بشكله وهشاشته. بلا ما ننسى الرشه تاع الجوجلان المحمص. كانت معكم نبيله من قناه كونتي سافور d'Algérie. Merci d'avoir suivi cette recette jusqu'à la fin. Grillage, ce trésor de notre patrimoine culinaire, reste intemporel, une douceur d'antan transmise de génération en génération et qui garde toujours la même place dans nos cœurs. À très bientôt pour une nouvelle recette avec encore plus de saveurs et de souvenirs à partager. Bon appétit et à la prochaine.